بعد ما عرفنا تاريخ الذكاء العاطفي، أعتقد إن احنا كده ابتدينا نحط أول أساس في وعينا بالذكاء العاطفي، ونفهم إن هو مش مرتبط بس بالمشاعر والعواطف ولا إنه متعلق بعملية الحب للآخرين، وإنما الذكاء العاطفي هو مجموعة من العواطف والمهارات الاجتماعية اللي بيتحدوا ويكملوا بعض، وبينتج عنهم قدرتنا على 5 حاجات. أول حاجة معرفة ذاتنا ومشاعرنا الداخلية. تاني حاجة قدرتنا على التعبير عن نفسنا ومشاعرنا بشكل واضح. 3 قدرتنا على تحسين علاقتنا الاجتماعية. 4 قدرتنا على التعامل مع التحديات والضغوط في الحياة. 5 قدرتنا على اتخاذ القرارات بشكل صحيح. والحقيقة ان احنا لو بصينا على ال5 مهارات دول هنلاقي ان هم دول الحياة، هم دول كل تعاملاتنا اليومية، وده بيأكد لينا ان الذكاء العاطفي ببساطة هو الحياة اللي احنا بنعيشها.